لسه هتقعد؟ تعال. ايه؟ طمني، صوتك التليفون قلقني. اللي هيتقال بينا دلوقتي مفيش جنس مخلوق ياخد بيه خبر، ولا مراتاتنا ولا عيالنا. لا اله الا الله، ما تقول فيه ايه؟ بالراحه بقى، مش عايز عصبيه. بقول لك ايه، انا راجع من السفر هلكان ومصدع وعلى اخري. وسافرت في ايه ورجعت في ايه؟ وما قلتليش ليه انك سافرت؟ ايه ده؟ ده اسم راغب ودي مدافن في تركيا. انا مش فاهم حاجه. تفتكر ايه اللي يخلي واحد عايش قدامك يعمل نفسه ميت في تركيا؟ ما يروحش للموت الا اللي مش باقي على حاجه، واخوك ده ميت على الدنيا. انا هتكلم. يعمل ميت في تركيا ويطلع على لبنان وما يجيش مصر الا في نفس اليوم اللي تحصل فيه محاوله اغتيالنا. ما قلت لك ما صدقتنيش؟ قلت لك هو اللي ورا كل المصايب اللي حصلت لنا، ده انا لساني دلدل. استنى، افتكرت حاجه. راغب كان مفهمني ان في واحد اسمه شاكر كرم، له عنده فلوس والجو ده. لو وصلنا لشاكر ده هنقدر نعرف حكايه راغب. بس راغب اخوك ده حرباية وعلى كل لون. انا كنت فاكر ان السنين دوبت اللي بينا، بس واضح ان ابن امال هيفضل لعنة علينا ليوم الدين. اخيرا قلت انه ابن امال، الحمد لله على السلامه. وبعدين قول لي، مين اللي رساك على الحوار ده؟ رؤوف الديناري. ورؤوف عرف منين؟ ايه؟ معرفش، ما سالتوش. ما جاش في دماغي ساعتها غير ان انا اطلع هوا على تركيا احاول اعرف الحقيقه. بص، اهم حاجه دلوقتي ان احنا نوصل لشاكر كرم ده. احنا لسه هنلف وندور؟ احنا نجيب راغب من ديله هنا ونقرره بنفسنا. غلط، غلط، اكبر غلط. احنا عاوزين نعرف كل حاجه من غير هو ما يعرف ان احنا عارفين اي شيء. بس قبل ده كله عاوزين نعمل زياره سريعه لرؤوف الديناري. يا حبيبي. اهلا اهلا اهلا. الحمد لله على السلامه يا موسى. وشك كده بيقول انك اتاكدت ان كلامي صح. كلمتين ورد غطاهم. مين اللي وصل لك المعلومه دي؟ سوري، معلومه ايه؟ بلاش شغل نبطشيه الافراح ده يا رؤوف، وهات من الاخر. إيه اهلا، القمر بتاعي. مش تقولي يا روفي ان انت عندك ضيوف؟ المدام مراتي، الاكس بتاعت راغب اخوكم زي ما بيقولوا الشباب بتوع اليومين دول، والصندوق الاسود في روايه احدهما. نديم يعرفها كويس جدا صح؟ طبعا، ما هي ضرباني سكينه قبل كده. وحياتك انت وضرباني انا كمان، بس هنا اهو في قلبي. لا الف سلام على قلبك، شكله جرح غائر. تعرف ايه عن راغب؟ ما اعرفش حد بالاسم ده. راغب حبيب القلب، لا مؤاخذة يا روفي يعني. طيب يا روفي، مش يلا حبيبي عشان ما نتاخرش، عشان عندنا عشاء سوا. يا روحي، امشي انتي وانا جاي وراكي على طول. واضح ان المدام شخصيتها قويه قوي عليك، كله من مناديل هاني البحير اللي انت بتلبسها دي. على فكره راغب حوار موته ده مش هو الوحيد اللي مخبيه عنكم. عشان مجيتكم الغاليه دي هقول لكم، مقابل اسهم ابيد الراعي مالكش دعوه بيها. ما تلزمنيش اصلا. اخوكم راغب اشترى اسهم قد كده اهو في كل شركاتكم، بس حق الله مش باسمه، باسم واحد اسمه ناصر، عايز يبقى رقم واحد ويشيلكم من اماكنكم. معلش بعد اذنكم، عايز الحق المدام، اصل شخصيتها قويه قوي قوي، ما بحبش اكسر لها كلمه. ده واضح ان شبشبها عالي كمان. سلام يا اولاد الراعي. سماجة اهلك.
ايوه يا سالي. ليه بكام النهارده الدولار؟ طيب هكلمك تاني. سلام. راغب بيه، بعد اذن حضرتك كنت عاوز اقعد اتكلم مع حضرتك في موضوع. كلم وانت واقف. حاضر. زي ما حضرتك عارف انا بحب سعاد من سنين، وصبرت كتير قوي عشان بس توافق. مستعد اعمل اي حاجه في الدنيا عشان بس سعاد تبقى معايا. طيب لو سعاد ما كانتش من عيلة الراعي كنت هتحبها نفس الحب ده؟ انا عارف ان انتم كلكم شايفين ان انا طبعا فيها وفلوسها. حتى نديم بيه لسه مديني دش سخن بسبب الموضوع ده. ده حقكم، بس صدقني ده مش حقيقي. انا مستعد اضحي باي حاجه عشان خاطر سعاد تبقى معايا. ان شاء الله حتى اضحي بشغلي في الشركه هنا واخدها واسافر ونبدا من الصفر. لا. لا ايه؟ ما كلش معايا اللي انت قلته ده. فكر في حاجة تانية ممكن اقتنع بيها. ممكن تكون بتحبها وبجد مش طمعان في فلوسها، بس في حاجة تانية في دماغك انا عايز اسمعها. هي ايه بقى؟ الله اعلم. انا ما عنديش اكتر من اللي قلته، وعلى العموم بيني وبينك الايام هتثبت لك. وانا بقى لسه هستنى الايام لحد ما تثبت لي؟ يد انا باشاره اجيب كل تاريخك في ثانيه. يا ريت كده يبقى سهلتها علينا كتير قوي. هيحصل، ما تستعجلش، لان انا كده كده مش مرتاح لك، واللي ما برتاحلوش اكيد بيبقى وراه مصيبه، زي مصيبتك كده مع رؤوف. فاكر يا تيتو؟ فاكر، بس صدقني سعادتك فاهم غلط. لو المصلحة اللي كانت مع رؤوف الديناري أنا شاكك 1% إنها تضر موسى بيه، أنا ما كنتش عملتها. أنا عمري ما كنت خاين. ها، قلت إيه سعادتك في موضوع سعاد هانم؟ ايوه يا نصر، هات اللي عندك. الوشم يا خال زي ما هو، حتى ممنوع عنه الزيارة. وفي حاجة كمان. نور يا خال مالها؟ اتجوزت رؤوف الديناري. يا نهار بقف، بتتكلم جد؟ حلوت قوي. سلام. يا بص يا هشام، هو الراجل ده عايزك تجيب لي قراره. تعرفوها في مصر ولا في لبنان ولا في انهي داهيه؟ اعتبره حصل. وبالنسبه لرمضان انا راقبت بنته، ما بتطلعش وبتنزل من البيت غير على قد الطلبات وبس. وكلمت واحد حبيبي في الجوازات، عرفت ان هو ما سافرش. اتكلم جد؟ طب انا عايزك تقلب الدنيا لحد ما تلاقيه لي هو كمان. حاضر. محتاج حاجه تاني؟ روح شوف شغلك. الو، أنا عارف مكان بنتك. عارف مكان بنتي؟ انت مين؟ مش مهم أنا مين، هبعت لك لوكيشن تيجي لوحدك ومعاك 5 مليون جنيه. بقول لك انت مين؟ انا سمعتك بتزعق. في حاجه بص ولا ايه؟ جيب لي 5 مليون جنيه من الحسابات يا هشام بسرعه. حاضر.